أنا مواطن سوري متغرب عن بلادي، مثلي مثل كتير سوريين، بحب بلدي وبعشق ترابه. طيب ليش هيك عم يصير فينا؟ لا حدا يقلي معارض مؤيد سني مسيحي علوي وا بالأخير هاد الإنسان من حقه يعيش بأمان ببلده وبين عيلته وأحبابه. أنا بالكون ليش هيك عم يصير فينا؟ نحن شعب ما بحب بعضه، وخاصة اللي بالغربة. نحن شعب همه نفسه بس، مع احترامي لكل البلاد، بس والله صعب حدا يقلك لا جي. والله صعب يجي غريب انت ضيف عنده يقلك انت جيت على بلدنا واخدت حقنا. لا نحن شعب ما بناخد حق حدا، نحن اجينا مشان نعيش بامان مو اكتر. اي شيء بصير باي بلد بدخلوا السوري بالنص، اي انفجار بصير هدول السوريين نزعونا البلد. ليش اخذين عنا فكرة انه نحن ارهابيين؟ ليش؟ ما بنكر انه في ناس وسخة عم يدمروا سوريا اللي هي امنا، بس مو يعني نحن ارهابيين، لا. نحن بس ما بدنا حرب، دفينا دمار نشفوا دموعنا من البكي. هي سعادة سعيدة بيمرقوا وعطول بنقول إن شاء الله العيد الجاي حيكون ببلدنا. هادي اللي صار له 5 6 سنين ما شاف أهله، وهادي اللي ودع أولاده وعمل إنه سنة ويرجع. حرقة قلب أم برمضان هي عم تطبخ وتقولي قبر قلبي شو كان يحب هالطبخة. أنا لا معارض ولا مؤيد ولا أي شي، أنا إنسان سوري بدي أعيش وأنا مرتاح مع عيلتي مع رفقاتي مع كل الناس اللي بحبها، أمن مستقبلي وكمل دراستي. أتمنى تشاركوا الفيديو ليوصل لأكبر عدد، ما بقول غير الله يفرج. وحنضل نقول إن شاء الله العيد الجاي بنكون ببلدنا وبترجع سوريا أحسن من أول، ولسه في أمل وحيضل في أمل، وكل عام وأنتم بخير.